اصعب حاجه ممكن يمر بيها انسان في الدنيا هي زوال النعمه. فتخيل ان كان في واحد عنده مليارات وفجاه ما بقاش حيلته حاجه خالص. بس الاحلى كمان ان هو قدر يرجع تاني. طفل صغير اسمه ماتسوشيتا. الولد ده كان عايش في قصر، وكان ابوه واحد من اغنى الاغنياء في بلده، وفجاه ابوه يفلس ويخسر كل حاجه ويموت من الصدمه، ويلاقي نفسه مضطر ان هو يعيش في شقه صغيره جدا مع 3 اخواته، ويعدي عليهم ايام مش لاقيين حاجه ياكلوها اصلا. ماتسوشيتا اضطر ان هو يسيب التعليم وهو عنده 9 سنين، واضطر ان هو يشتغل شغلانات بسيطه جدا عشان يلاقي بس اللقمه اللي ياكلها. ومع مرور الوقت لقى نفسه بيفقد اخواته اللي بيموتوا بسبب ان هم حتى مش لاقيين الدواء اللي يتعالجوا بيه. الولد بقى عنده خوف شديد جدا من الفقر، وبقى متاكد ان هو هيموت بسبب الفقر ده. وبعد كده يروح يشتغل في مصنع كمساعد لفني الحامل، والدنيا تتطور معاه شويه وياخد كورسات في الكهرباء ويشتغل مساعد فني كهرباء، وبعد كده يشتغل كهربائي في المصنع. يبدا يتطور في وظيفته واحده واحده.